ولقى منتخبنا منتخب مصر في بداية مشواره قدام زيمبابوي في بطولة أفريقيا، واللي خلاص كلنا عرفنا إن الاتحاد الأفريقي أصدر قرار إن هي بعد كده من بعد النسخة اللي جاية هتقام كل 4 سنوات مش كل سنتين. يعني النسخة الجاية هتقام كمان سنتين، بعد كده هتقام كل 4 سنوات. وده طبعا قرار في البداية وفي المقام الأول بيخدم الدوريات الأوروبية والأندية الأوروبية، لأن كل الدوريات الأوروبية سواء الدوريات التوب فايف أو أي دوري أوروبي تاني بيعتمد اعتماد كلي على اللعيبة الأفريقية، سواء اللعيبة الأفريقية الأساسية أو اللعيبة الأفريقية حتى كمان المجنسة. فده طبعا قرار بيخدم في المقام الأول الدوريات الأوروبية. ولكن ليه بنقول بداية مقلقة لمنتخب مصر؟ لأنك بعد الماتش أنت مش عارف أنت كويس ولا وحش. يعني مبدئيا كابتن حسام بدأ في البداية إن هو بداية غلط من وجهة نظري. إن أنت بادئ باتنين ارتكاز اللي هم حمدي فتحي ومروان عطية، اتنين رقم 6، نفس المهام ونفس الوظائف شبه بعض بالظبط، مفيش أي اختلاف. مهام دفاعية يا دوبك كبرهم ان هم يقطعوا ويسلموا، مش يقدروا يعملوا لك اضافه هجوميه او مش يقدروا يعملوا لك اي طابع هجومي قدام. وخد بالك انت برضو بتلاعب منتخب مش مصنف، منتخب مش قوي، انت بادئ يعتبر باضعف فريق في المجموعه اللي هو زيمبابوي. فحتى لما حب ان هو يغير تغيير بدري، برضو التغيير من وجهة نظري كان تغيير غلط. ان انت تطلع امام عاشور اللاعب الوحيد اللي قادر ان هو يوصل لك لقدام، يعمل لك خطورة هجومية، يوصل المهاجمين يصنع لهم فرص يقدروا يسجلوا منها. طلع امام ونزل مصطفى محمد. لا، انت كنت ممكن تخلي امام وتطلع لاعب من الاثنين الارتكاز اللي شبه بعض، سواء تطلع مروان او تطلع حمدي، وتنزل زيزو يساعد قدام مع امام ويقدر يوصل المهاجمين، او كنت تنزل زي ما نزلت مصطفى محمد. ولكن المشكله الاكبر في منتخب مصر من وجهه نظري هي مشكله دفاعيه. منتخب مصر عنده مشكله دفاعيه كبيره جدا. يعني شفنا في الماتش الجون اللي جابوه، الراجل جوه منطقه السكس يارد بيستلم بمنتهى الاريحيه وبمنتهى البساطه وبمنتهى السهوله، وبيحط الجون وبيلف بدون اي رقابه سواء من حسام عبد المجيد او من ياسر ابراهيم. والمشاكل الدفاعيه دي ممكن تزعلك خصوصا لو قابلت فريق كبير من في الادوار اللي بعد كده، او حتى في الماتش اللي جاي اللي هو قدام جنوب افريقيا. جنوب افريقيا فريق قوي، فريق متمرس. هتلاقي معظم لعبه طريقة لعبه زي ما بتلاقي اللعب بتاع فريق صن داونز وفرق جنوب افريقيا. اللعب السريع، الكرة اللي على الارض، الكرة الانتشار، الضغط العالي.